بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون بتكلم عن اضافه جديده في متصفح جوجل كروم، اضافه المصحف الكريم. الاضافه دي بتمكننا ان احنا نسمع القران الكريم، وبتمكننا ان احنا نقراه برضه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا رابط الاضافه هحطه لكم اسفل الفيديو. نروح للرابط، ناخده نسخ ونروح للمتصفح، نفتح صفحة جديدة ونحط الرابط اللي احنا خدناه بس وننطر على طول. زي ما انتم شايفين يا جماعة الإضافة فتحت معانا. ممكنك قبل ما تضيف الإضافة اتفرج على الفيديو دوت، انا بشرح لك الإضافة ازاي. كل ما عندنا الوقت هنتك على كلمة مجانا هنا غير التحقق، يطلع لك نافذة زي ديت، هتك على كلمة إضافة. الإضافة نازلة بتحمل معانا تحت عين، خلصت التحميل خلاص. كل ما عليك هتروح تفتح صفحة جديدة أو متصفح، هيجيلك على طول. بس عشان أنا عامل إضافة أفتح الصفحات في المتصفح، بجيبها من هنا أهي ماشي. زي ما انتم شايفين يا جماعة الموقع فتح معانا اهو، هتتك هنا أو هنا مثلا، والمصحف فتح معانا اهو. كل ما عليك هتيجي على الأسهم دي، السهومة ديت يعني، تعمل كده فتح المصحف اهو. الصورة بتحمل اهي، دي صورة الفتحة زي ما انتم شايفين. الصفحة التانية بتحمل اهي برضه زي ما انتم شايفين. ولو عاوز تسمع يعني، لو حابب تقرا المصحف تقرا، لو حابب تسمع هتيجي هنا كده السهم اللي تحت دوت وتتك هنا علامة الصوت ماشي. ودي الصور، لو عاوز تبحث على صورة ولا حاجة، الصور قدامك اهي، علي عمران مثلا، البقر، النساء زي ما انت شايف اهو. وهنا الأجزاء تحت اهي، الجزء الأول، الجزء التاني، الجزء التالت، الجزء الرابع زي ما انت شايف. دي المفضلات، ودي التلاوات لو عاوز تسمع تلاوات ولا حاجة، ودي لو عاوز تقرا زي ما انت شايف. ودي التكبير، تك عليه مثلا كده وتيجي تكبر هنا اهو زي ما انت شايف. وتحرك الماوس، مش شرط تدوس، تحرك بس، تحرك الماوس كده اهو خلاص ماشي. عودة، عاوز تعمل التكبير ولا حاجة تك على كلمة عودة. وكده خلاص يكون الدرس بتاعنا والإضافة خلصت النهاردة، وأتمنى يكون الشرح يكون عجبكم. ولا تنسوا زيارتنا على موقع المصري للمعلومات ماشي، وعلى قناة على اليوتيوب خالد المصري ماشي، وعلى تويتر خالد المصري برضه ماشي، وعلى صفحات على الفيسبوك وعيون التكنولوجيا. ورب يكون الشرح يكون عجبكم، ونلتقي في الشروح القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.